السلام عليكم يا شباب. انا فاروق الجوكر، صانع محتوى ومدير منصات كينج توت اي اي على السوشيال ميديا. وفي الفيديو ده هاخدكم في رحله معايا واقول لكم ازاي بنصنع وننتج المحتوى الخاص بينا، وايه المراحل والخطوات اللي بنعملها خلف الكواليس. وانا بعمل الفيديو ده لثلاث اسباب. السبب الاول وهو ان اشارككم مراحل شغلنا وصناعتنا للفيديوهات، والسبب الثاني وهو ان اجاوب على بعض الاسئله اللي بتتكرر كتير في الكومنتات، والسبب الثالث والاهم وهو ان اشرح مراحل شغلنا بالترتيب علشان لو في حد فيكم عايز يبدأ في صناعة المحتوى باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي فيشوف طريقتنا في الشغل وفي إنتاج الفيديوهات، ويبدأ بعدها يشتغل بنفسه على منتجه الخاص. وكفاية كلام بقى لحد كده، وخلونا ندخل بسرعة في الشرح. والمرحلة الأولى والأهم وهي الفكرة، لأن الفكرة هي اللي هيتبني عليها الشغل كله. وفي المرحلة دي بيكون قدامنا اختيارين: إما إننا نشتغل على فكرتنا الخاصة لو عندنا فكرة الفيديو درامي ومشوق ونبدأ إحنا نصيغها ونبنيها بنفسنا من الصفر، أو إننا نستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي زي جيميناي وشات جي بي تي وغيرهم. وفي البداية بطلب منه أفكار جدلية وغير مستهلكة عن الحضارة المصرية القديمة، والأهم إنها تكون موثقة تاريخيا، لأننا عايزين نبعد عن المواضيع المملة والمكررة. وبيبدأ بعدها يقترح عليا أفكار مختلفة، وإحنا بنفرز الأفكار دي كلها لحد ما نختار منهم فكرة يكون فيها حبكة درامية وشوية غموض وإثارة للمشاهد. وبعد اختيار الفكرة بننتقل للمرحلة التانية وهي مرحلة كتابة السكريبت. وفي بداية المرحلة دي بنستعين بجيميناي كمساعد شخصي، وبنحدد له أساسيات كتابة السكريبت اللي هيمشي عليها، وإنه يكون مشوق وغامض ويبدأ بهوك قوي وتسلسل درامي متصل، والأهم برضو إنه يكون موثق تاريخيا. ويبدأ بعدها يكتب لنا السكريبت بالعامية المصرية بناء على الأساسيات اللي حددناها له مسبقا. وفي الآخر بيكتب لنا كل المصادر الموثقة اللي اعتمد عليها في كتابة السكريبت. وهنا بقى عايز أجاوب على أول سؤال بيتكرر في التعليقات، وهو فين مصادرك؟ ومصادرك ايه؟ لاننا زي ما شفنا مع بعض السكريبت بيكون مدمج فيه المصادر التاريخية واللي اعتمد عليها في كتابة السكريبت. طيب هل ده كفاية بالنسبة لينا؟ وهل بعدها بنعتمد السكريبت ده كسكريبت نهائي؟ هقولك لا طبعا، لان بعد كتابة السكريبت بننتقل لمرحلة مهمة جدا، وهي مرحلة التوثيق والتدقيق التاريخي. وفي المرحلة دي بناخد السكريبت اللي كتبه جيميناي وبنبعته لشات جي بي تي كامل علشان يتحقق منه، أولا من الناحية السردية والدرامية، وثانيا من الناحية التوثيقية والتدقيق التاريخي. وبنبدأ نعدل في السكريبت علشان نوصل لأفضل صيغة تاريخية موثقة. طيب برضه هل بعدها بنعتمد السكريبت بعد التعديل هنا؟ هقول لك برضه لا، مش بسرعة كده، لأننا ممكن في المرحلة دي نستعين بمحركات ذكاء اصطناعي تانية زي كلود مثلا علشان برضو يحلل لنا السكريبت اللي كتبناه وعدلناه بحيث يكون موثق تاريخيا بقدر الامكان. وبرضو في المرحلة دي بنبدأ نبحث بنفسنا على الانترنت، وبنستعين بمواقع موثقة زي ويكيبيديا علشان نتأكد من بعض المصادر أو نتأكد من بعض الأسماء والتواريخ ونطبقها مع النتائج الموجودة في السكريبت علشان نحاول بقدر المستطاع ان السكريبت يكون موثق تاريخيا. وبعد مرحلة التدقيق التاريخي والتوثيق بننتقل للمرحلة اللي بعدها وهي مرحلة كتابة السكريبت النهائي. وفي المرحلة دي احنا بنكتب بنفسنا السكريبت النهائي اللي هنعتمده للتسجيل بناء على التعديلات اللي عدلناها عليه في المرحلة اللي فاتت، والأهم اننا بنضيف عليه اي حبكة درامية او اي تعديلات اضافية بناء على اسلوبنا ولمستنا الخاصة البشرية. يعني مش بنعتمد السكريبت المقترح من الذكاء الاصطناعي مباشرة إلا لما نعدله بنفسنا الأول، وبعدها بنقسمه لمشاهد متتالية زي ما شايفين كده. وبكده نكون انتهينا من كتابة السكريبت وننتقل للمرحلة اللي بعدها وهي مرحلة تسجيل الصوت. وفي المرحلة دي احنا بنسجل الصوت على برنامج ادوبي اديشن، وبعد التسجيل بنحذف اي نويز او هواء او تشويش من الصوت، وبعدها بنحفظه عندنا على الكمبيوتر. وبكده نقدر ننتقل للمرحلة اللي بعدها وهي مرحلة تقطيع ملف الصوت اللي سجلناه، وبنبدأ نحذف منه اي فراغات او كحة او جمل غلط وغيره. وبعدها بنبدأ نقطعه لمقاطع صغيرة مرقمة بالعدد من 1 حسب تسلسل مشاهد السكريبت.
وبنكرر العملية دي بناء على عدد المشاهد لحد ما نقطع مقطع الصوت لمجموعة مقاطع صغيرة بعدد مشاهد السكريبت، وبكده نكون انتهينا من مرحلة تقطيع الصوت ونكون جهزناه تمام، وننتقل للمرحلة اللي بعدها وهي مرحلة كتابة برومبتات مشاهد الفيديو. وفي المرحلة دي لازم نستعين بالذكاء الاصطناعي علشان نولد مشاهد سينمائية عالية الجودة، وبالتالي بنرجع لجيميناي ونبعت له السكريبت النهائي اللي استقرينا عليه، وبعد كده بنحدد الشخصيات الرئيسية او ابطال القصة علشان نصمم لهم صور مخصصة لاننا هنستخدمها بعد كده كمرجع علشان ثبات الشكل وملامح الوش. وبعد كده بنروح لمرحلة تانية مهمة وهي اننا بنديله اساسيات مهمة جدا علشان يكتب لنا برومبتات المشاهد بناء عليها، واولها الستايل البصري وثبات الشخصيات والالتزام بالدقة التاريخية، وكمان عدم ظهور اي مشاهد جنسية او اباحية. وهنا عايز اجاوب على السؤال التاني اللي بيتكرر برضه في التعليقات، وهو انت ليه ظاهر المصريين شكلهم سود والناس تانية بتقول ان شكلهم هنود؟ بص معايا كده على الاساسيات ودستور العمل واللي بنعتمد عليه في توليد المشاهد، واولها الستايل البصري اللي بنشتغل بيه في اغلب الفيديوهات واللي ممكن يخلي لون البشرة غامقة شوية، وده لانه ستايل نوير مظلم شوية. وهنا كمان بنأكد على عدم ظهور المصري القديم اسود البشرة، وبنأكد على عدم ظهور اي مشاهد جنسية خلال المشاهد، وكمان بنأكد على المصداقية التاريخية، يعني بنحاول على قد ما نقدر اننا نأكد على كل حاجة، لكن اوقات الذكاء الاصطناعي بتهب منه وبيولد مشاهد مختلفة تماما، وبالتالي لازم نعيدها مرة واتنين لحد ما تظبط. يعني احنا مش بنتعمد ان المصري القديم يكون اسود البشرة، لكن بتكون اخطاء من توليد المشاهد. وبعد كتابة الاساسيات بنبدأ بعدها نبعت له مشاهد السكريبت مشهد مشهد علشان يكتب لنا البرومبتات بتاعتها، وكده تمام. ونروح للمرحلة اللي بعدها وهي توليد مشاهد الفيديو بناء على البرومبتات اللي كتبناها. واحنا في المرحلة دي بنستخدم منصات جيميناي برو وفلو لتوليد مشاهد الفيديو، لانهم حاليا من افضل الموديلات اللي بتطلع نتائج سينمائية درامية بجودة عالية. بس طبعا الموضوع ده بياخد وقت ومجهود، والاهم انه مكلف ماديا لاننا بنصرف فلوس اشتراكات شهرية كتير، وده لاننا بنولد عدد مشاهد كبير. يعني متوسط الفيديو الواحد بيكون من 35 ل 50 مشهد تقريبا، وفي فيديوهات بتكون اكتر من كده. وزي ما انتوا عارفين ان مشاهد فيو 3 مدتها 8 ثواني فقط، وبالتالي بنضطر اننا نشتري تفعيلات جيميناي برو لحسابات كتير، وكمان بنشتري نقط فلو علشان نقدر نولد العدد الكبير من المشاهد ده، لان الحساب الواحد في جيميناي برو بيدي لك 3 فيديوهات فقط في اليوم، وبالتالي علشان نولد 30 او 40 مشهد فشوفوا بقى هناخد وقت قد ايه لو كنا شغالين على حساب واحد بس او حسابين. لكن بالنسبة ليك لو لسه بتبدأ فتقدر تستخدم اي منصات تانية بتدي لك تجربة مجانية زي موديل وون الصيني واللي نتائجه جميلة برضه سينمائية، وبرضه ممكن تستخدم منصة ادوبي فاير فلاي واللي بتدي لك حوالي 3 فيديوهات فيو 3 مجانا للتجربة، وده في حالة انك عايز حاجة مجانية ومش مدفوعة. واحنا بنولد كل فيديوهات السكريبت اللي قسمناه لمشاهد متتالية، وبنجمع كل المشاهد والمقاطع المرقمة بالعدد في مجلد واحد علشان يظهر قدامنا زي ما شايفين كده، وبعدها نكون مستعدين اننا ننتقل لمرحلة تانية مهمة جدا وهي مرحلة المونتاج. وفي المرحلة دي بنجمع كل مقاطع الصوت اللي قطعناها ومشاهد الفيديو اللي ولدناها علشان نبدأ عملية المونتاج وتجميع المشاهد. وفي المرحلة دي انت تقدر تشتغل على اي برنامج مونتاج، سواء بقى كان كاب كات النسخة المجانية او المدفوعة او ادوبي بريمير او اي برنامج مونتاج تاني انت تحبه، وبنجمع كل مشاهد الفيديو مع مقاطع الصوت للنهاية وبتكون بالشكل ده. وبعد كده بنضيف الانتقالات والترانزيشن بين المشاهد اللي هتحتاج لانتقالات سلسة بينها بحيث تكون متماسكة ومتتابعة بدون قطع يوجع العين. وبعد كده بنبدأ نضيف المؤثرات الصوتية اللازمة للفيديو والخلفيات الموسيقية اللازمة واللي بتتماشى مع الحبكة الدرامية وتصاعد الأحداث لحد ما ننتهي من الخطوة دي والتايم لاين يكون بالشكل اللي قدامنا ده.
والخطوة اللي بعد كده وهي اننا بنضيف الكتابات والنصوص على الفيديو، سواء كانت اسماء شخصيات او تواريخ او مصادر تاريخية، علشان المشاهد يكون متابع الاحداث. وبعدها بنضيف لوجو القناة على الفيديو، وكمان اسم القناة اسفل الفيديو، علشان نحاول نحافظ على حقوق فيديوهاتنا من النقل الغير مصرح بيه. ولما بنخلص فبيكون بعدها التايم لاين بالشكل اللي شايفينه ده. وبكده نكون خلصنا مرحلة المونتاج الاساسي للفيديو، ويكون جاهز دلوقتي للرندر والحفظ والاخراج النهائي. وننتقل للمرحلة اللي بعد كده وهي تصميم الصورة المصغرة للفيديو. وفي المرحلة دي احنا بنستعين بموديل نانو بنانا في توليد الصور، لانه من افضل الموديلات اللي بتولد صور عالية الدقة والتعبير زي ما شايفين. واحنا بنولد صور مختلفة تكون مناسبة للفيديو وشخصياته لحد ما نستقر على صورة منهم، وبعدين نحملها بأعلى جودة متاحة. وبعد كده بندخل الصورة اللي اخترناها على برنامج فوتوشوب ونعدل فيها أي حاجة محتاجة للتعديل، وبنضيف عليها النص اللي احنا عايزينه بحيث التصميم بالكامل يكون مناسب لستايل القناة بتاعتنا. لكن مش بنكتفي بكده، لأننا بنرفع التصميم لمحركات الذكاء الاصطناعي زي شات جي بي تي وجيميناي علشان يحلل لنا التصميم، ولو في أي تعديلات بيقول لنا عليها. وبعدها بنعدل التصميم لو كان محتاج للتعديل. وبعدها بننتقل للمرحلة اللي بعد كده وهي اختيار عنوان الفيديو. وفي المرحلة دي برضو ممكن نستعين بمحركات الذكاء الاصطناعي في حالة ان احنا بندور على عنوان فايرال علشان يرشح لنا عناوين للفيديو تكون غامضة ومثيرة، والاهم انها تكون منسجمة مع تصميم الصورة المصغرة اللي اخترناها بحيث يكون العنوان والصورة منسجمين مع بعضهم. وبعدها بنختار عنوان مناسب للفيديو من العناوين المقترحة، او ممكن نختار عنوان من عندنا لو مش عجبتنا كل العناوين المقترحة دي، بحيث بعد كده مجلد الفيديو يحتوي على الصورة المصغرة وملف الفيديو نفسه اللي انتجناه واخرجناه، وكمان صورة مصغرة بمقاس 9:16 علشان تكون مناسبة لمنصات الريلز زي تيك توك وغيرها. وبكده يكون الفيديو جاهز للمشاهدة والنشر في اي وقت، لاننا كده في المراحل النهائية. والمرحلة اللي بعد كده وهي اننا بنرجع نصمم الفيديو تاني بمقاس 9:16، وبعدين بنضيف عليه الكابشنز والترجمات النصية علشان يكون في الاخر بالشكل ده. وبعدها بنقطع الفيديو الطويل لمقاطع ريلز مدتها قصيرة علشان تكون متاحة للرفع كريلز على فيسبوك وتيك توك وكمقاطع شورت على يوتيوب. وبعد ما بنخلص كل المراحل اللي مرينا بيها بيكون مجلد الفيديو النهائي بالشكل اللي قدامنا ده، وبيضم فولدرات مختلفة، واولها مجلد الصور اللي بيكون فيه صور الشخصيات واي صور حقيقية تاريخية لمعابد او تماثيل او اماكن تاريخية. والمجلد اللي بعده بيكون فيه مقاطع الريلز اللي قطعناها، والمجلد اللي بعده بيكون فيه مقاطع الصوت اللي قطعناها مسبقا، والمجلد اللي بعده بيحتوي على المشاهد اللي ولدناها بالذكاء الاصطناعي، والمجلد اللي بعده بيكون جواه الفيديو الاساسي والصورة المصغرة. وكمان بيكون عندنا ملف تكست مهم برضه، وده بنكتب فيه وصف احترافي للفيديو اللي انتجناه، وكمان مجموعة هاشتاجات مناسبة للفيديو، بالاضافة لمجموعة كلمات دلالية مناسبة لليوتيوب. وكل مجلد لأي فيديو تاني بنصممه وننتجه على القناة بيحتوي برضه على نفس ترتيب المجلدات والملفات اللي شفناها علشان الموضوع يكون مرتب ومنظم، ويكون سهل علينا نوصل لأي فيديو أو أي ملف في أي وقت. والمرحلة الأخيرة وهي مرحلة الرفع والنشر، وهنا احنا بنرفع الفيديو على منصات السوشيال ميديا المختلفة، وتحت كل فيديو بنكتب تنويه ان المشاهد مولدة او محسنة بالذكاء الاصطناعي لأغراض التوضيح والسرد الدرامي علشان المصداقية والشفافية، وما يكونش فيه مجال لأي فهم او لبس خاطئ. وبكده نكون خلصنا مراحل صناعة وانتاج الفيديوهات، وزي ما شفتوا فهي مراحل متتالية ومهمة جدا وبتاخد مجهود ووقت بشري كبير، واتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الشرح. سلام.